يلا بينا نعمل مع بعض مكرونة نجرسكو. شايفين يا جماعة؟ دايبة بقى في الجبنة وفي البشاميل والفراخ وريحتها خطيرة. طريقة حلوة جدا وسهلة جدا جدا. شايفين جمالها؟ اهو ده البايركس بقى، لونها تحفة، والألوان اللي فيها أصلا كلها على بعض كده جميلة جدا. يلا بينا نشوف عملنا ايه. مية بتغلي، حطيت شوية ملح وهحط المكرونة. عايزة تعملي سباكيتي اعملي، بس أنا عن نفسي بحب البنة دي. هنا المكرونة اتسلقت، صفيتها بقى. هاجي هنا في طاسة معايا، حطيت معلقتين زيت، ومعايا هنا شرايح الفراخ مقطعاها شرايح طويلة كده رفيعة. هنزل بيها بقى على الزيت. خلاص، وهقلبها تقليبة كده، واسيبها بقى تغير لونها وتنزل ميتها خالص براحتها وتغير لونها كده. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلاص لونها اتغير، في الوقت ده حطيت معلقة خل عشان لو فيها اي زفارة. وهنا بقى احط الملح والفلفل وشوية كاري وشوية بابريكا وسبع بهارات من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هقلب بقى الكلام ده كله كويس، والروايح الحلوة بدأت تطلع. في النص كده هعمل فجوة كده في النص، وهنزل ببصلتين كبار متقطعين كده قطع صغيرة. انا بس حطيتهم في النص وهفضل اقلبهم، عايزة البصل يدبل. خلاص، وبعد ما دبل كده حطيت فص توم، وهقلب برضو كويس. خلاص، وقلبتهم بقى كده كلهم مع بعض. عندي معلقة صلصة حطيتها، وهحط معلقتين دبس رمان او صويا صوص اللي عندك، بيديها تسكيرة حلوة جدا للفراخ. هقلب برضو الكلام ده كله كويس. خلاص كده دخلت في السوا، هغطيها بقى لمدة 10 دقايق كمان او 7 دقايق. اخر حاجة هحطها الفلفل احمر واخضر واصفر، مقطعاه برضو سلايسز كده صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين. وهقلبه تقلبتين بس. ليه انا ما حطيتش الفلفل معاهم في الاول خالص؟ انا عايزه الفلفل لونه يبقى مصحصح كده وحلو قوي. اهو. خلاص كده الفراخ استوت معايا. ونيجي بقى نعمل البشاميل. لصوص البشاميل حطيت معلقه زيت ومعلقتين زبده يسيحوا كده. وهنزل بالدقيق بتاعي. حطيت تقريبا 4 معالق دقيق. ولو انا عايزه اضاعف بقى كميه البشاميل، بعمل الباقي على البارد. يعني ايه على البارد؟ يعني كوبايه اللبن كبيره بحط عليها معلقتين دي وبقلبهم كويس، وبنزلهم على باقي الصوص ده. خلاص كده يا دوبك انا ريحه الدقيق طلعت، ونزلت باللبن، وانا بنزل باللبن اقلب كويس جدا عشان ما يكلكعش معاكي. ما شاء الله بقى زي الفل اهو. احط بقى التوابل بتاعتي، شويه ملح وشويه فلفل اسمر ورشه جوز الطيب. دي توابل البشاميل، بتاخدي اطعم واحلى بشاميل. اهو خلاص قلبته بقى بالمضرب كويس. اهو شايفين بقى قوامه كده، خلاص غلي معايا والدقيق معايا استوى حلو جدا. هنيجي بقى هنا نطبق البايركس بتاعنا. ال- المكرونه اهي هحط عليها الفراخ. خلاص انا مش هعمل رق ورق زي البشاميل اللي باللحمه المعصجه بتاعنا العادي. لا، انا بقلب كده المكرونه مع الفراخ، وشايفين يا جماعه الالوان خطيره. في البايركس عندي بقى دهنه زبده، وهنزل بالمكرونه بتاعتي كده اسويها اهو. خلاص وهنا البشاميل بتاعي بقى هقلبه تقلبتين واحط عليه يعني نص كوبايه جبنه موتزاريلا تقريبا. ما عندكيش جبنه موتزاريلا ممكن تستغني عنها، بس بتديها طعم حلو جدا. هنزل بقى بالبشاميل بتاعي. والحاجات المكعوره دي يا جماعه الجبنه، ما تفتكروش ان البشاميل اللي مكلكع، لا دي الجبنه، ما كانتش لسه ساحت قوي. طبعا كله بقى هيسيح مع بعضه لما يخش الفرن ان شاء الله. اه شايفين ما شاء الله، وريحتها خطيرة من قبل ما تدخل الفرن حتى. الحاجة بقى اللي هتخلي طعمها تحفة كمان وشكلها تحفة في التحمير، حتة قشطة. حتة قشطة كده اللي بتحوشيها من وش اللبن، جبتها كده وحطيتها من فوق اهو. بتديها طعم غني جدا. برضو ممكن تستغني عنها لو ما عندكيش. وشوية جبنة تاني اهو، رشة كده برضو بسيطة من الجبنة. طبعا بكون مشغلة الفرن علشان المكرونة ما تاخدش وقت، عشان كتر المكرونة ما بتقعد في الفرن كتير البشاميل بتاعها بينشف. وهنا ما شاء الله ما شاء الله طلعت، شغلت عليها الشواية اهو زي ما انتوا شايفين. هاجي بقى اقطعها معاكم اهي، طبعا سخنة جدا. احلى حاجة يا جماعة في المكرونة وانتي بتقطعيها بقى وبتطلعي الخرطة كده، تلاقي الخرطة كده عمالة تقع كده من كل ناحية عشان هي سخنة.
طبعًا عشاق المكرونة بياكلوها مفتفتة كده، أنا باعشق المكرونة آكلها مفتفتة كده، ما باحبهاش تبقى قطعة ثابتة يعني. ودي كانت طريقتي وجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لايك وشير وبألف هنا وشفا. باي باي.